السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في مطبخ سكينة الغنمي. كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو على خير ان شاء الله. اليوم غادي نشارك معكم الوصفة ديال البريوات او السيجار بواحد الحشو اللي كيجي رائع، وكنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم وتجربوا في رمضان. بلا ما نطول عليكم نخليكم مع المكونات وطريقة التحضير. بالنسبه للمكونات يعني سهله وبسيطه. غادي نحتاج البصله والفلفله حمراء وفلفله خضراء اللي تحندهم في الهاشوار. غادي نحتاج الفرماج، علبه ديال الطون ديال الزيت، توابل، وغادي نحتاج كذلك الشعريه الصينيه. غادي ناخذ الشعريه الصينيه غادي نوضعها في واحد الكاسرونه وغنضيف ليها الماء اللي يكون سخون ونخليها جانبا حتى كتطلق عندنا الشعريه الصينيه. خديت هنا مقلاة غادي نضيف ليها كميه ديال زيت الزيتون، وغادي نضيف ليه البصله والفلفله. غادي نخلي البصله والفلفله حتى كيتشحروا لينا واحد شويه، وغادي نضيف ليها التوابل. بالنسبه للتوابل غادي نضيف الملح، الابزار، حرقوم، سكينجبير، كميه ديال القزبور المدنوس والثومه. غادي نخليو على النار اللي تكون يعني متوسطه وحنا كنحركو. من بعد ما طابت عندنا البصله والفلفله غادي نضيف العلبه ديال الطون ديال الزيت، وغادي نخليهم فوق النار حتى كتشرب لينا داك الزيت. من بعد ما طلقت عندنا الشعريه الصينيه وهي سخونه غادي نقطعوها، يعني انا نقطعها بالمقص، وغادي نوضعها فوق الحشو ديال البصله والفلفله والثوم، وغادي نخليو الخليط ديالنا حتى كيبرد. عاد غادي نبداو نعمرو به الورقه ديال البسطيله، وغادي نضيف الخليط غادي نضيف ليه كميه ديال الفرماج. من بعد ما خليت الخليط حتى برد خديت زلافه وضعت فيها الزيت، وزلافه اخرى ديت فيها دقيق وشويه ديال الماء باش غادي نلصق الورقه ديال البسطيله. درت الورقه ديال البسطيله الحجم الكبير وقطعتها على 4. غادي ناخذ قطعه من هذيك الورقه اللي قطعنا على 4، غادي ندهنها بكميه ديال الزيت وغادي نعمرها بالخليط، وغادي نديرهم على شكل سيجار. يعني حاولت انني نبسط لكم الطريقه باش تجيكم سهله. غادي نستمر بنفس الطريقه حتى كنكمل الخليط ديالنا كاملو، وغادي ندخلهم للفران. ممكن اننا نطيبهم كذلك في الزيت.
من بعد ما كملت الكميه كامله وضعتها في الصينيه ديال الفرن، وغادي ندهنوها بالزيت اللي ضفت ليه شويه ديال التحميره، وغندخلهم الفران يطيبوا من الفوق ومن التحت. كيكون هذا هو الشكل ديال البريوات او لي سيغار من بعد ما خرجتهم من الفران، كيجيو مقرملين وكيجي المذاق ديالهم رائع. كنتمناهم ينالوا الاعجاب ديالكم وتجربوهم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.